السلام عليكم. هنعمل النهاردة البريوش بطريقة سهلة وبسيطة او البنجاوني البورسعيدي. هعمله بثلاث اشكال معاكم وهعمله بحشوة. عايزة اقولكم ان شاء الله هيعجبكم. وهعمله برضو بالشوكولاتة. طبعا الطريقة دي سهلة وبسيطة جدا وان شاء الله هيعجبكم. عايزة اقولكم احنا بنعمله بقى، انتوا عارفين ان احنا دخلنا على شم النسيم. هنبدأ بقى ان احنا نقول المكونات معانا هنا. كيلو كوباية من الدقيق متعدد الاستخدامات. 2 معلقة كريم شانتيه، 2 معلقة حليب بودر، معلقة كبيرة خميرة، رشة من الملح، وهاخدهم على جنب. هنيجي هنا بقى هنضيف 2 بيضة وممكن 3، وهضيف كوباية من السكر البودر او السكر الناعم، ومعاهم ظرف فانيليا. وهبدأ كده اضربهم كده مع بعض. طبعا لو عندنا عجان ممكن نضرب كل المكونات كده مع بعض ونضيف لها بس الحليب او المية اللي هنعجن بيها العجين. هقلب بقى المكونات الجافة الاول زي ما انتم شايفين كده. طبعا بعتذر ان الفيديو هيبقى طويل، بس هو محتاج شرح وكمان خطواته كتيرة. هنزل بقى خليط السكر والبيض مع بعض وابدا اقلبهم كده. هبدا بقى اعجن. انا عامله العجين بميه وحليب، لو حابين تعجنوه بميه تمام، حابين تعجنوه بحليب طبعا افضل، بس يعني المتاح ممكن عندكم نعمله. طبعا ده انا ضايفه ميه وحليب. هبدا ان انا انزل بكوبايه حليب زي ما انتم شايفين كده او لبن. عايزه اقول لكم ان انا عامله كيلو دقيق وكوبايه معياريه كمان، يعني كيلو وكوبايه. وننزل كمان بكوباية حليب، وهنرجع كمان نضيف نص كوباية. طبعا ده تبع احتياجات الدقيق معانا. هنعجن كده زي ما انتم شايفين، مش هنضيف بقى مية ولا اي حاجة او حليب. زي ما انتم شايفين كده هنزلها على الرخامة. طبعا دي اخر نص كوباية من الحليب. عايزة اقول لكم ان انا هنزلها دلوقتي على الرخامة وابدأ ان انا اعجن فيها براحتي. زي ما شايفين كده هبدأ اعجنها. وفي اخر حاجة هضيف لها كوباية من الزبدة الطرية او 150 جرام من الزبدة. لو عندنا ميزان تمام، مفيش ميزان هتبقى كوباية من الزبدة الطرية. عايزه اقول لكم ان العجينه دي هتبقى بتلزق جدا. عايزه اقول لكم ان هي هتاخد وقت ومجهود جامد في العجن، بس مفيش مشكله. عايزه اقول لكم بتطلع تحفه جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده هبدا اعجن اهو ما شاء الله على ما اتلمت. عايزه اقول لكم ان هي خدت وقت مني كبير جدا. هبدا بقى احطها في البوله كده واغطيها حوالي نص ساعه. زي ما انتم شايفين كده هي ما شاء الله عليها خمرت. مش هفضي التخمير بتاعها او الهواء. هبدا ان انا اقطعها كده على 4، وفي جزء الرابع ده انا هقطعه على 2 عشان هعمل منه جزء بالشوكولاته. هحطهم كده وهبدا اغطيهم بكيس برضو عشان خاطر ما يعملوش وش على العجين. هاخد بقى اول واحده كده وابدا اعمله اول حاجه اللي هو البريوش الكامل مع بعضه. زي ما انتم شايفين كده هبدا افرده. عايزه اقول لكم ان العجينه طريه جدا وحلوه، مش محتاجه مجهود في الفرد بصراحه. هبدا بقى ان انا اضيف لها كده قطعه من الزبده، معلقه، وهبدا اضيف لها رشه من السكر. طبعا ده زبيب وتين مجفف. وهضيف لها رشه معلقه من السكر، هي مش هتبقى معلقه كامله، بس ده اللي فاض منها. وهبدا بقى الفها رول زي ما انتم شايفين كده اهو، اقفلها كويس. عايزه اقول لكم ان العجينه طريه، مش ما شاء الله عليها، حلوه جدا بتفرد معايا. هبدا بقى كده اقطعها من النص زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان انا عملته قبل كده بس ما كنتش منزله التفاصيل كلها. زي ما انتم شايفين اهو. وهبدأ بقى ألفه كده حلزون كده اهو شايفين. بحاول ألم الطروف عشان طبعا الحشو اللي جوه ده ما يقعش. عايزه اقول لكم ان احنا بنشغل الفرن على اعلى درجه عندنا. لو 240 او 260 هنشغله عليها. وطبعا قبل ما يدخل حوالي كده ب10 دقايق هنبقى مشغلين الفرن. زي ما انتم شايفين كده دهنت الصينيه اللي هي هتتحط فيها بزبده، لازم تدهن زبده. وهسيبها بقى تخمر. نيجي بقى على التاني ده هبدأ ان انا اقطعه علشان اعمل بريوش صغير كده.
طبعا بعتذر تاني على ان الفيديو هيبقى طويل. العجينه ما شاء الله عليها طريه وحلوه قوي. هبدا ان انا كده اعملها بايدي، ما بين ايدي كده. هي ما شاء الله عليها بتفرد بسهوله. وابدا بقى اعملها ايه حلزون زي ما انتم شايفين كده اهو. ده اول شكل، والتاني برضو هعمله معاكم برضو نفس الشكل. عايزه اقول لكم كده، قولوا لي بقى انتوا جربتوا تعملوه بالزيت والسمنه مع بعض ولا لا، زي ما انا عاملاه المره دي بالزبده. عايزاكم تقولوا لي كده في التعليقات لو انتوا جربتوه بالزبده وبالسمنه اسفه والزيت. يا ريت تقولوا لي في الكومنتات عشان خاطر نشوف كل واحد تجربته ايه. ده الشكل الضفيرة اللي هي المختلفة زي ما تشوفين كده. بفرده وبعدين بتنيها، وبعدين احط ايدي كده على الطرف اللي تحت زي ما انتم شايفين كده. ببدأ ان انا اعمل الاتنين زي ما هو واضح في الفيديو، وباخد طرف كده افضل ماسكاه، وابدأ الف كده من زي ما انتم شايفين بالايد التانية، وبعد كده الفه حلزون تبقى ضفيرة ملفوفة برضو. عايزة اقول لكم الشكل ده تحفة جدا. هنعمل بقى الضفيرة اللي هي بتاعت الشاء اللي احنا يعني بنعملها لاولادنا كده البنات. بحاول ان انا اعملها لان انا اصلا مش بعرف اعملها اساسا، بس هحاول اعملها. عايزه اقول لكم ما شاء الله طلعت شكلها حلو. ودي واحده كمان اهي. فطلعت حلوه جميله برضو. زي ما شايفين كده برضو دهنت الصينيه ورصتهم زي ما انتم شايفين. هعمل بقى اخر حاجه بالكاكاو. هجيب معلقه كاكاو ومعلقه زبده وزي ما انتم شايفين كده، وهنزل بيهم على العجينه وابدا ان انا اعجنها. عايزه اقول لكم ان انا هعجنها كويس جدا لغايه ما اللون زي ما انتم شايفين كده، ولازم ترتاح اقل حاجه 10 دقايق. هاخد بقى الاولانيه اللي هي مرتاحه، وابدا ان انا اقطعهم على حسب بقى العدد مع بعضه، وابدا افردها كده دواير. طبعا هنعملها اي شكل، ممكن نعملها خلية نحل، ممكن نعملها يعني ضفاير مع بعضيها كده. بس انا حبيت ان هي تبقى بالشكل ده، تبقى دواير كده، واحطهم طبقات بين بعضيهم كده في قالب التوست زي ما انتم شايفين اهو. وارصهم كده وهسيبهم برضو يرتاحوا لحد ما يرتفعوا تاني. زي ما انتم شايفين كده بدأوا يرتفعوا. جبت هنا صفار بيضة ومعلقتين من الحليب. هنا هضيف رشة من النسكافيه سريع الذوبان. عايزه اقول لكم حلو جدا، مش بيخلي فيه ريحة زفارة. وهبدأ ان انا ادهن بقى البريوش بتاعي او المنجقوني البورسعيدي، وهبدأ كده ادهنه. وبعد كده هضيف عليه على وشه سكر يكون خشن شوية. وطبعا زي ما قلت لكم درجه حراره الفرن اعلى درجه. وطبعا هنحطه في الفرن حوالي بالظبط تلت ساعه لنص ساعه حسب ما ياخد اللون. بنحطه في الرف الاوسط، مش بنحطه تحت في الارضيه. وهتشوفوا الوقت برضو هو طالع معانا زي ما انتم شايفين. بدهن كله كده بالبيض واللبن. ده بقى بعد ما خد حوالي نص ساعة الا 5. عايزة اقول لكم الريحة مش متخيلين الريحة عاملة ايه في البيت. زي ما انتم شايفين كده جبت حتة زبدة ومشيت كده على العجين من فوق او البريوش، وهغطيه زي ما انتم شايفين كده بفوطة نظيفة. وطبعا ده كمان برضو هحط عليه زبدة وبرضو هغطيه. يا ريت تجربوا الوصفة دي ان شاء الله هتعجبكم. ان شاء الله كده شم النسيم يكون سعيد عليكم وعلينا. زي ما انتم شايفين كده عايزه اقول لكم تحفه ومخلي ريحه البيت حلوه جدا. جربوا الطريقه دي وقولوا لي لو عملتوه بالسمنه او بالزيت. يا ريت تقولوا لي في التعليقات علشان خاطر ناخد من بعض افكار. زي ما انتم شايفين كده اوريكم البريوش من جوه. عايزه اقول لكم طعمها تحفه تحفه جدا. عايزه اقول لكم ان التين المجفف والزبيب عادي طعم خطير لها. ان شاء الله تجربوها ويعجبكم. وطبعا ده حلو جدا، ممكن نضيف عليه صوصات، صوص شوكولاته، صوص بيستاشيو، حليب مكثف مثلا مع صوص الجبنه، يعني نعمل صوص جبنه تحفه ان شاء الله يعجبكم.